هزيمة الأهلي من إنبي 1-0 في بطولة كأس الرابطة أو كأس العاصمة الإدارية أيًا كان، مالوش أي دلالة، يعني ما يقولش مثلًا إن أساسي إنبي أحسن من احتياطي الأهلي، أو شوف الأهلي السكواد بتاعه محتاج يتدعم إزاي، بدليل إن لما الأساسيين غابوا الاحتياطي معرفوش حتى يتعادلوا مع إنبي، كلام فاضي يعني، في الآخر فريق إنبي ده بيلعب مع بعضه وفي انسجام، مش اللعيبة دي اللي هي تقريبًا أول مرة يلعبوا ك11 مع بعض، يمكن حتى في التمرين ما لعبوهاش يعني. فلأ يعني ما لهاش دلالة، بس في حاجة مهمة في الماتش، حمزة عبد الكريم لعيب قوي جدًا، يعني مش أقوى من محمد شريف دي حاجة ما فيهاش مقارنة، عيب حتى إن إحنا نقارنه بيه، أقوى من جراديشار، لعيب حلو وفرود بسم الله ما شاء الله عليه، ده إزاي ما يلعبش؟ يعني حرفيًا زي ما يلعبش أساسي دلوقتي، حد بقى لو هتجيب حد في يناير أو تجيب حد في آخر السنة أيًا كان، بس إزاي الولد ده مش هو اللي بدأ معاك الموسم أساسي؟ أو ينزل ماتش حتى شوط، لأ لعيب ممتاز، قوة، تركيز، تحكُّم في الكورة حلو، استخدام رجليه الاتنين كويس، التمركز في منطقة الجزاء، بيعرف يخطف المدافعين، عنده حِدة في اللعب على الكورة، ما مش نَي مش طري، يعني جراديشار برضه متربي زيادة عن اللازم، محمد شريف ما فيش كلام يتقال عليه خلاص أظن إن مشواره مع الأهلي انتهى، لكن حمزة عبد الكريم 17 سَنة ولعيب يلعب أساسي والله من بُكرة. لعيب عنده وعي تكتيكي كويس جدًا بالنسبة لسنّه، فده تخيّل ياخد معاك موسم أساسي أو حتى بيشارك على فترات، بس بياخد وقت كويس خلال الماتش يعني لمّا ينزل، مع مدرب زي تروب، مع لعيبة زي اللي حواليه خبرات كبيرة ولاعيبة ذكية جدًا، إن كان زيزو والّا بن شرقي والّا إمام والّا تريزيجيه والّا بن رمضان لمّا يلعب، الناس دي هتنقله كتير. حمزة عبد الكريم يعني لو موضوع برشلونة ده ما تمِّش أو الاحتراف الأوروبي ده ما تمِّش في يناير لازم يلعب أساسي، لو ما جبتش مهاجم قوي في يناير، جبت خلاص يسند معاه، ده فرود مصر وفرود الأهلي الجاي، أنا ما قُلتش ده على أي لعيب ظهر في الأهلي من سنين، أسامي كتير طلعت ومشيت والواحد كان لأ، كان باين حتى من لمستهم لمّا بينزلوا إن اللعيبة دي فاضية، لكن حمزة عبد الكريم لعيب كبير، لعيب ما هوش ناقصه حاجة غير إنه يلعب، يعني محمد عبد الله وينج كويس أنا باحبه وعنده إمكانيات، بس عبد الله ناقصه حاجات محتاج يشتغل عليها، من أهمها التحرُّك بدون الكورة، لكن حمزة عبد الكريم لعيب مش ناقصه حاجة، لعيب جاهز يلعب. ليه بقى ما بيلعبش من أول الموسم؟ ما نعرفش، يعني أكيد الإدارة ما لهاش يد في ده يعني، بس ما كانش ممكن حد يقول له لأ اركن محمد شريف ده ما يستحقش، مش هيدّيك أكتر من اللي بيدّيه، فبالتالي ادّي لعيب صغير هو اللي يظهر، بس شوية اللي لعبهم حمزة عبد الكريم في ماتش إنبي والأهلي، وإن ده لاعب كبير، أتمنى يلعب في الأهلي، لإن أنا أهلاوي قبل أي شيء، يعني أتمنى حتى إنه ما يحترفش، لأ يلعب معانا وياخد فرصة ويكسّر الدنيا معاك سَنة و2 و4 و5 كمان وبعدين يطلع. أو لو مش هتلاعبه حرام موهبة زي دي يقعد دكة لمحمد شريف أو لجراديشار أو لو مهاجم قوي ييجي في يناير وهو ما يدّيلوش فرصة، فلعيب حلو أوي، يعني لازم يفكّروا فيه يفيد الفريق أو ياخد فرصته ويمشي لو مش هيلعب، لكن بعيد عن حمزة عبد الكريم وموهبته الكبيرة وأدائه وإمكانياته الواضحة، لأ لعيبة الأهلي ما حدّش يلومها، ما حدّش يهاجمها، في لعيبة معروف إن إمكانياتها مش أحسن حاجة، في لعيبة معروفة إن هي محتاجة تضبّط حاجات كتير من سنين ما ضبّطتهاش، فتمام مش هتاخد منها أكتر من كده، فما فيش حاجة جديدة ماتش إنبي يقولها يعني، هو اللعيبة دي ده تمامها، الكويس فيهم تمام، اللي إمكانياته متوسطة أو إمكانياته كويسة بس عنده نواقص محتاج يشتغل عليها وما بيشتغلش عليها، زي طاهر أو غير طاهر، فده برضه ما فيش جديدة تاخده منه، خط الدفاع اللي كلّه شبه بعضه، فبرضه ما تستغربش يعني إن بوجود ياسر أو من غيره، ياسين أو من غيره. البيكهام، العِش، داري، يعني كلّهم زي بعض تقريبًا لحد دلوقتي ما حدّش فارق معاك أوي، إن كان ياسين مرعي بيجتهد، الباكات، إحنا ما عندناش باكات خالص، لحد ما تعرف تضبط ده بقى في يناير والّا في آخر السنة، ففي الآخر عمومًا الماتش ما بيقولش حاجة جديدة يعني، إحنا مستنيين يناير، صفقات هتبقى جديدة ومختلفة، بس أتمنى إن حمزة عبد الكريم يبقى ليه دور في الأهلي، لو مش كده يبقى يمشي وياخد فرصته ونكسب لعيب كبير، يعني افتكروا ده بعد سنة و2 من دلوقتي هيبقى عندنا مهاجم قوي جدًا، هيبقى مهاجم مصر كمان قبل مصطفى محمد، قبل أي حد تاني.